بسم الله الرحمن الرحيم. اخوكم مروان البرنس من صفاقس. على اثر العمليه الارهابيه اللي صارت في جربه وتحديدا بالغريبه، وعلى مدار 3 ايام وانا قاعد نتبع في القنوات الوطنيه جمعاء، قاعد نشوف في هجوم صريح على المعارضه والخصوم السياسيين. ونقول لتونس الكل، مجتمع التونسي الكل، وما يخفاكمش احنا ماناش في منأى على اللي صاير في العالم. على قبل من 3 ايام اللي صارت العمليه هذه، صار هجوم اسرائيلي على قطاع غزه ودكهم بالقنابل وقتل واستشهاد برشا فلسطينيين، اللي خلى السنه في جميع انحاء العالم ترد بعمليات انتقاميه. والشيء هذا راه مرتقب ومعروف ومألوف، والمفروض السلطات تكون عارفه الشيء هذا ومحضره روحها، ولكن للاسف السلطات ماهيش لاهيه بالامور هذه، لاهيه بامور اخرى التوانسه الكل نعرفوها. فعندما نشوف اللي معناها ثم هجوم صريح واتهام صريح للمعارضه وكانها هي اللي قامت بالعمليه، نشوف اللي احنا كاني معناها نرى كاني تونس ولينا دوله الراعي والاغنام. وعلى الدنيا السلام في تونس. قيس سعيد ما طبعش مبدئيا مع اسرائيل، لكنه طبع مع الدكتاتوريه، طبع مع الفقر، وطبع مع التفرقة. وانا احب نقول له حاجة: انك تستطيع دوس الازهار، لكنك لا تستطيع منع الربيع من القدوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.